ليونيل ميسي الديانة اليهودية، أب لثلاثة أطفال ومتزوج بزوجتين، أنتونيلا روكوز وريال مدريد. أكثر لاعب نفخه الإعلام، حيث لم يحقق سوى 6 كرات ذهبية فقط، عكس أسطورة العرب محمد النني الذي حقق 9 كرات ذهبية في نيته. وكما نعلم فالأعمال بالنيات. منعدم الأخلاق، حيث يستغل انشغال راموس بأداء تمارين الضغط ويراوغه ويكسر ظهره. لا يستطيع سوى مراوغات اللاعبين والحكم وجميع الكرات. يمتاز بتميزه بكل شيء فقط. يقول عنه مارادونا: في الأرجنتين نسمي ميسي بالساحر لأنه يختفي عندما يحتاجه المنتخب. لاعب خرافي يمتعنا بأهداف لا فائدة منها على خطاف وإبار، ويختفي بمجرد وصوله لدور الثمانية للأبطال. مخترع الوقفة التخاذلية الظاهرة أمامك في الشاشة، والتي غالبا ما تظهر في دور الثمانية في الأبطال، حيث تخاذل مع البارسا بالزي الأساسي والزي الاحتياطي والزي الثالث والزي الأرجنتين. حقق كل الألقاب القارية مع منتخب الأرجنتين، أبرزها المتخاذل الهرموني وسيد النينجا والتنانين. له أتباع وحواريين كثر، ممكن يتركوك تذبحهم ولا تجيب سيرة ميسي على لسانك. يعرف ببني عبس ومفردها عبسية. هذا الصهيوني دائما ما يوقظ رجلا مسن وضيف من نومه، يسمى كاتب التاريخ، حتى يكتب له تاريخا جديد. موهبة أسطورية حية، لعن الله من يحاول دفنها. انتظرونا في الحلقة القادمة التي سنخصصها لصاروخ مديح المنتهي كريستيانو رونالدو. ختاما، لا تنسوا عمل لايك وتفعيل زر الجرس وسبسكرايب لقناتنا على الفيسبوك.